السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. النهاردة هنعمل السمك البوري المشوي في الفرن البوتاجاز. ان شاء الله يعجب حضراتكم وتكون وصفة سهلة عليكم. هنجيب السمك البوري ونغسله كويس وننضفه كده من عند النخشوش ونغسله كويس جدا. انا مش هنضف بطنه يا جماعة، انا هسيبه زي ما هو كده. هنغسله كويس وهنحط عليه حبة زيت شوية صغيرين علشان الردة تبقى متماسكة وماسكة فيه، يعني في السمك. بعد كده هنجيب السمك البوري يا جماعة، بأكد على غسيله كويس جدا لأن ساعات بيبقى فيه طين في النخشوش. هغسله كويس جدا وبعدين هغسله بميه جاريه كده. احط النخشوش بتاعه تحت الحنفيه كده واغسله بميه جاريه كويس جدا، واحط عليه حبه زيت. وبعدين هجيب حبه رده، مش هكتر يا جماعه في الرده، احط حبه على قدي بس كده، حبه صغيرين على قدي، وابدر سمكايه سمكايه في الرده كده. واركنها كده على جنب. اكون يا جماعه مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره من فوق ومن تحت. اللي ما عندوش الفرن بيولع من فوق، يعني بيقلق، يعني تتشوي من تحت وبعدين يقلبها يقلبها، يعني يديرها كده عن الناحية التانية. والسمك المشوي يا جماعة البوري ده بيبقى في منتهى الجمال، طعمه جميل جدا. بس انا يا جماعة مش هعمله، مش هسقطه كده في مية او اعمل تحديقه كده واحط في ميه واحطه عليها. لا، انا هجيب ليمون وهجيب التحديقه بتاعته، بدل ما هحطها في ميه. يعني هوريكم دلوقتي ان شاء الله هعملها ازاي، يعني بشوقكم بس كده. هعمل مع السمك البوري ده، هعمل صينيه بطاطس في الفرن. هقطعها كده شرايح، احط عليها دقه توم وكمون وشطه حمراء، وهحط عليها ربع كوبايه ميه واطيبها فوق في البوتاجاز الاول من فوق، وبعدين احطها تحت. او ممكن اعمل دي الطريقه دي، او اشوي، اجيب بس بطاطسايه حلوه كده اغسلها كويس جدا عشان الرمل، واجيب معاها بتنجانتين واشويهم. واغسلهم كويس بردك واخرمهم كده خرم واحد كده بالسكينه، واحطهم يتشووا في الفرن او اشويهم فوق على البوتاجاز. انا هعمل مع السمك دوت، هشوي معاه البطاطس واعملها توميه بتاعتنا اللي هي البطاطس المهروسه. اهو يا جماعه بصوا السمك انا بدرته وكنت مولعه الفرن جامد جدا اهو، انا حطيت معاه حطيت السمك اهوت على الصاجه من تحت. بقى كده يا جماعه الفرن يبقى حامي، وحطيت معاه بتنجانتين هشويهم وبطاطسايه حلوه كده، اسلقها، يعني بدل ما اسلقها هشويها، بيبقى طعمها مشوي جميل قوي يا جماعه، والله بتبقى تحفه في منتهى الجمال. وهشوي بردك، قطعت قرنين فلفل كده، غسلتهم كويس وشقتهم كده من النص وحطيتهم يتشووا. بصوا يا جماعه الجمال اهوت يا جماعه، السمك اتشوى اهوت في فرن البوتاجاز من غير اي حاجه يعني. وشويت معاهم بردك طماطميه صغيره وكده. وكنت حاطه يا جماعه برام رز معاهم، بس ولادي طلبوا مني ان انا مش عايزين رز مدسوس، اعمل لنا رز اللي هو رز الصياديه ده ببصله. بصوا يا جماعة بقى الطريقة ديت في تمليح السمك البوري، او ممكن سمك الشخورة او السمك الروسي كده. اشويه الاول في الفرن، وبعدين اجيب دقة بتوم اللي انا مخزناها مع حضراتكم ديت، كان عليها توم وكان عليها بصل وكان عليها ليمون وكان عليها فلفل احمر وفلفل اخضر. زودت انا عليها بقى التوابل، ما كنتش حاطه عليها التوابل. حطيت فلفل، حطيت شطه حمراء، وحطيت بابريكا، وحطيت كمون، وحطيت كزبره، وحطيت كميه ملح حلوه كده. وكنت عصره ليمونتين في مج كده، في فنجان صغير كده، هحطهم معاه. دولت اول سمكتين طلعوا. هحط بقى السمك كله معاهم كده على الورقه ديت. وبعدين يا جماعه هجيب الدقه بتاعتي دي وامسك السمك، ادعكه كله بس مش جامد يعني. احط عليه الدقه دي واحط عليه الليمون، اعصر عليه الليمون كده جامد، اللي انا حطيته في فنجان صغير كده علشان ابقى متمكنه من رشه. بصوا يا جماعه الدقه دي كلها هحطها عليه من غير ميه من غير اي حاجه، وهكمره في الورقه دي، واحط كمان كيسين عليه، هيبقى زي الزبده. بسم الله ما شاء الله. والله لو جربتوا الطريقه دي يا جماعه بصدق كده هتبقى في منتهى الجمال، والله طريقه جميله جدا جدا جدا.
لا هحطه في ميه ولا اي حاجه خالص. بص يا جماعه بحط الدقه اهيت، ما تخافوش من كميه الدقه انها كتيره يعني، لا دي هتخليه في منتهى الجمال، ما هي لازم تكون كتيره، لان مفيش ميه تتشرب كده جوه السمكه، لا. بصوا يا جماعه هدهن السمكه، احط كميه محترمه كده من الدقه. الدقه دي عباره عن توم وبصل وشبت، وحطيت عليها كزبره، توابل بقى، كزبره وكمون وشطه حمراء وبابريكا. بصوا يا جماعه الفنجال ده كله ليمون اهو. بص هحطه عليه كده، وهجيب الليمون بردك واحطه فوق الليمون المعصور بردك واحطه. وحطيت حبه خضره كده كزبره، حطيتهم معايا كده. بصوا يا جماعه الجمال، بسم الله ما شاء الله عليه. هتدوقوا السمك ده يا جماعه والله هتدعولي. بسم الله ما شاء الله، طريقه جميله في عمايل السمك، يعني احسن من الراجل اللي بنودي عنده السمك كده يشوهن. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو. حاجة جميلة كده، حاجة تفتح النفس كده في رمضان، أكلة جميلة كده. زهقنا من اللحمة بقى والفراخ والكفتة والحاجات دي، قلنا نبدل بقى اهو. يعني ما كنت عايزة اقول لكم ان ده أكلة، بس هي مش أكلة اقتصادية ولا حاجة، السمك البوري غالي، كل السمك غالي يعني. ان شاء الله ربنا ييسرها للجميع. اهو يا جماعة بصوا الليمون، كمية ليمون محترمة يا جماعة، حطوا كمية ملح محترمة وكمية ليمون محترمة مع الدقة دي يا جماعة. وهمسك السمك ده اكمره بقى، هلفه كده جامد، وبعد اللفة دي يا جماعة احطه في كيسين. هو دلوقتي بالظبط كده فاضل على على المغرب حوالي نص ساعة. النص ساعة دوت هتخلي السمك ده بقى كده ايه، بص هو جميل اهوت. بصوا هو زبدة من غير حاجة، هتخليه زي الزبدة كده جميل، حاجة جميلة كده. وطعمه في منتهى الجمال مع حبة رز، مع البطاطس التومية، مع البابا غنوج، هتخلي الموضوع في منتهى الجمال. ده هيأكل اكتر من اي حاجة. بسم الله ما شاء الله اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله جميل اهوت. ولا جراله حاجه في الفرن، ولا هو اصلا السمك البوري ما بياخدش وقت في في الفرن يعني. والله ما اخد حوالي 5 دقايق يعني، وطب بقى جميل في منتهى الجمال كده. كده يا جماعه انا هسيبه كده عبال ما اعمل الرز كده، في ثواني هيكون الدنيا كلها اتظبطت اهو. بصوا يا جماعه عملت بصلايه كده وحمرتها، وحطيت عليها دقه توم، وحطيت عبار الميه بتاعي قد الرز بالظبط، لان الرز بتاعنا المصري الجميل ده. وسبت الميه تغلي شويه، وحطيت الرز اهو. وتدوقيه تدوقيه، تظبطي الحدق بتاعك، تشوفيه مالح تشوفيه كده، وتقفلي عليه وتسيبيه يغلي. لو انت عايزه بقى تحطي حبه كمون، تحطي حبه كزبره ناشفه، تحطي عودين خضره، انت وراحتك بقى. ظبطي اللي انت زي ما انت بتحبي تعملي اكلك اعمليه. انا بنقول افكار بس، انا عارفه كل ستاتنا شاطره وبسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يا رب يديهم الصحه. وكان في قرن فلفل حامي كده جيت حطاه. هنا بقى طلعت البطاطسايه وقشرتها، حطيت يا جماعه بطاطسيتين يعني، لقيتها صغيره كده حطيت واحده كمان. طلعت البطاطس اهيت وقشرتها، بسم الله ما شاء الله. وعشان برضك اقصر عليكم الفيديو يعني ما يبقاش طويل قوي، حطيت عليها يا جماعه دقه توم، وحطيت شطه، وحط شطه ناشفه، وحطيت كمون. حطيت عليهم كلهم كده بالمره، وحطيت حبه زيت عليهم كلهم، وحطيت بردك على البتنجان كمون وشطه وحبه كزبره ناشفه، وحطيت على الفلفل المشوي ده طعمه في منتهى الجمال يا جماعه، روعه روعه كده. وحطيت عصرت عليهم ليمونه هون كله كده، وانا واقفه كده كله مع بعضه كده عشان يخلص كله في ساعتها اهو. يا جماعه بصوا يعني بعمل التوميه بتاعتنا، احنا بنقول عليها توميه، انتوا بتقولوا عليها بطاطس مهروسه ولا توميه مش عارفه، احنا بنقول عليها توميه. وحطيت عليها خل. بصوا يا جماعه بحط على كل حاجه وانا واقفه كده، بعمل الثلاثه اهمت مع بعض، وقلبتهم اهمت تقليبه كويسه اهوت. اكمل بحط انا يا جماعه على على البطاطس المهروسه بتاعتنا دي، بحط عليها ليمون، وبحط عليها خل، وبحط عليها ليمون وخل، وبحط توم، وبحط بسم الله الرحمن الرحيم كمون، وبحط شطة، وبحط كزبرة، ممكن احط عليها بردك كزبرة خضرة كده بس. يلا يعني هي كده جميلة يعني، وظبطت الملح بتاعها، وان شاء الله تطلع كويسة يعني. احنا صايمين ومش عارفين ندوقوه. وبردك عندي هنا البابا غنوج جميل، بسم الله ما شاء الله شكله جميل. بس انا عندي هحط عليه طحينه، واحط عليه نص زبدايه، واضربهم في الخلاط.
يبقى طعمهم جميل، يعني نخرج عن المألوف. يعني بابا غنوج بشكله العادي ده هو جميل وتحفة، بس احنا بقى نحطه في الخلاط ونظبطه كده ايه شوية. حطيت له معلقة خل، وهحط له عندي نص يعني معلقتين زبادي بردك هحطهم، واضربهم كده ضربة مظبوطة كده في الخلاط. انا كنت حاطه لهم الليمون وحاطه لهم الخل، يا دوبك هحطه في الخلاط كده واضربه ضربة بسرعة كده، مش هتقل عليه يعني. أكلة حرشة كده جميلة والله، تنفع التومية والبابا غنوج والفلفل كده، بسم الله ما شاء الله، بعيش طري كده يبقى في منتهى الجمال. اهو يا جماعة بسم الله ما شاء الله، هيبقى ان شاء الله يبقى طعمه حلو وتجربوه كده. و... وبحاول يعني اعمل على قد ما اقدر حاجات يا رب تنال اعجابكم كده. ولو الحاجات حاجتي عجبتكم، يعني اللي انا بعمله ده عجبكم، ببذل فيه مجهود والله، ما تنسونيش في لايك واشتراك واعجاب بالقناة، بيرفع الفيديوهات وخلاها تنشاف يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، ده هو بردك الرز طاب اهو. انا كده بغرفه يا جماعة، كده المغرب هيأذن اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله يا جماعة، اكل يفتح النفس. بسم الله ما شاء الله، ربنا يجعل بيوتنا كلها عمرانة بالخير يا رب. بسم الله ما شاء الله، يا رب يكون البسكوتات اللي انا عملتها والغريبة والكحك يكون نال اعجابكم. ان شاء الله هنزل لكم اللانكشير، وهنزل كمان السابليه. ان شاء الله يعجبكم وتكون حاجة جميلة كده، تكون على قد بردك الواحد ما تعب فيها، تنول اعجابكم يا رب. هي حاجات كويسة يعني الحمد لله يعني. بسم الله ما شاء الله، الأكل يا جماعة كل سنة وحضراتكم طيبين وبعود الأيام، ربنا يعيد علينا وعليكم رمضان بخير يا رب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يجعل بيوتنا عمرانة بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.